صباح الخير وجمعة مباركة. صباح الفل يا بروفيسور يا دكتور يا عالمي يا مدلع لي كرشي يا مدلع لي حياتي يا مدلع لي دنيتي. جمعة مباركة عليك يا حبيب قلبي. عامل لنا ايه النهارده؟ كل جمعة تيجي تقعدني جنبك كده وانا ما بدوقش في الاخر الاكل اللي بتعمله. شايفين حتة اللحمة عاملة ازاي؟ شايفين العظمة طلعت منها؟ وشايفين قد ايه هي مهرية ودايبة؟ شايفين وعهد الله شايفين. احنا شايفين بس مش حاسين. احنا هنموت وندوقها، هنموت وندوقها. الف هنا يا حبيب قلبي عليك. اتفضل يا حبيبي كمل، انا معاك. اتفضل اتفضل. جميلة. الله الله. الصوص ده بقى ودى اللحمة في حتة تانية، هقول لكم على طريقته دلوقتي. يمين بالله يا بروفيسور انت اللي موديني في حتة تالتة، اقسم بالله اقسم بالله انا ساكت وما عايز اتكلم. يا ممتعني يا مدلعني. طيب نحط كده بقى الصوص بزيادة مع الساندوتش عيش الشباطة الحلو ده. بلاش عيش الشباطة ده يا باشا، جبته مرة قبل كده لقيته شباطة قوي، كل ما اجي انزل اخرج يقول لي خدني معاك. اقول له لا عيب اقعد في التلاجة، ما بحبوش شباطة قوي يا بروفيسور. خلينا انا في العيش البلدي، بلدي وابن بلد وابن ناس وبيعقل الكلام وعاقل وبيقعد في هدوء. خلينا انا معاه. الله الله، مش متخيلين طعمها والله عامل ازاي، حاجة فوق الوصف. دي حتة اللحمة بقى هتطلب من الجزار حتة الشورت ريبس. هطلب ايه يا دكتور؟ هطلب ايه يا بروفيسور؟ هطلب ايه يا حبيب قلبي من الجزار؟ هقول له ايه؟ هتطلب من الجزار حتة الشورت ريبس. اقول له عايز شورت لللبس. حتة الشورت ريبس. شورت لللبس. حتة الشورت ريبس. يعني انا سمعت صح؟ من الجزار. من الجزار وهو عارف. حتة الشورت ريبس. يعني انا اقول له عايز شورت لللبس والبسه عنده يا باشا، ولا لما اروح البسه في البيت، ولا عنده بروفا جوه اقيس فيها؟ اللي تشوفه يا باشا، انا كل الثقه بديها لك. اعمل زي ما انت ما قلت. كمل يا بروفيسور كمل. اشرح حته اللحمه علشان التوابل تدخل فيها، ملح فلفل بهارات لحمه بابريكا مدخنه، وبعد كده هتتلف في ورق زبده وفويل. تتلف في ايه يا دكتور؟ ورق زبده وفويل. نلفها في ورق زبده وورق فويل؟ طب انا هسالك سؤال بما يرضي الله، انت راجل علامه وقد الدنيا وعارف ده يرضي ربنا ولا يرضي ضميرنا؟ حته اللحمه دي يا باشا اقسم بالله الواحد يبعت يجيب لها توب حرير من دبي، مش اقل من كده باشا. انا حته اللحمه دي لو معايا انا ممكن اقعد 6 سنين في البيت ما انزلش. عارف يعني ايه ما اتحركش من البيت 6 سنين؟ اجيب توب الحرير الفه على حته اللحمه دي وانيمها وانام فوقيها. اقل واجب اعمله مع حته لحمه زي دي، اقل واجب واقل تقدير ليها والله العظيم. هتدخل الفرن 180 درجه لمده 6 ساعات. انا في الطبيعي لو قلت لي حته لحمه تقعد 6 ساعات في الفرن انا اقول ليه كل ده كتير، انما حته دي حبيبه قلبي دي لو عايزه تقعد 3 ايام يريحها. انا مش هخرجها الا لما تقول انا عايزه اخرج، مش كده وبس. انا هفضي الشوايه واطلع اركب على الشوايه جنبها عشان انا احس بالامان معاها واطمنها وابقى مطمن على حته اللحمه دي، لما تخرج اخرج معاها. هنفتح بعد 6 ساعات تلاقوا بقى المفاجاه الحلوه دي. شايفين العظم طلع من اللحم ازاي؟ اللحمه دايبه دايبه. عليك نهجه يا دكتور بتنهجها وانت بتعمل الاكل، اقسم بالله بتجوعني، اقسم بالله بتجوعني. ما نفسي تعزمني عندك في البيت واحد جبنه براميلي حتى، انا متاكد انه هيبقى ليه طعم مختلف عندك في البيت. نفسي. طيب ده اتش بي صوص هحطه عليها واديها وش بس. ما شاء الله اتش بي صوص. اتش بي صوص مش كانت برينتر؟ اتش بي دي كانت برينتر بقت صوص. والله مخسره فيها، يمين بالله مخسره. ده انا اجيب لها صوص مايكروسوفت. هنعمل بقى الصوص اللي قلت لكم عليه حلو قوي، زبده ودقيق، وخدت العصاره اللي نزلت من اللحمه عملت بيها الصوص الحلو ده، وبالهنا والشفا. بالهنا والشفا عليك وعلى قلبك يا حبيب قلبي يا بروفيسور. بالله عليك انا كان عندي طلب بس يا دكتور. انا كان عندي تلت كبد وقوانص فراخ في الفريزر تقريبا بقالهم 3 سنين. نفسي في طريقه يا دكتور اعمل التلت الكبد والقوانص ده بيها باي طريقه. استاذنك ابعدني عن صوص الاتش بي، بعدني عن العيش الشباطه ده عشان انا مش عايز حاجه تشبط فيا، انا مش ناقص اصلا، انا مش ناقص هم. رقم 2 انا طالب منك اي حاجه ارزعها في الكبد والقوانص دي تكبر حجمها. دكتور تجميل وعارف كل حاجه بتكبر. انا عايز احقنها باي طريقه الكبدايه تبقى قد البومبه. قلت الكبد والقوانص ده يبقى وليمه قدامي كده. اذا انا كان هستناك يا دكتور ما تاخرش عليا في الطريقه بالله عليك. فهنا على قلبك يا دكتور يا بروفيسور يا عالمي. اي لاف يو عند حته اللحمو اللي انت بايدك طبختوه. باي باي يا مومبي، باي باي يا مونشغي.